سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم بخير. قبل ما نبدا وصفه اليوم كالعاده ما ننساوش نصلي ونسلموا على رسول الله عليه افضل الصلوات. اليوم ان شاء الله جيتكم بهذا الخبز المطلوع خفيف، يعني مطلوع ناجح من اول تجربه. انا هنا رافقته بطبيخه حاره، راهي عندي الوصفه في القناه. شوفوا المطلوع ديالي يجي خفيف ويجي ناجح. انا هذا المطلوع درت به حاله في رمضان وكتب المكتوب اليوم نبارطاجي معكم الوصفه تاع هذا المطلوع. شوفوا اللي جامي سيات المطلوع تنوض ترفد روحها وتسيه، على بالي راح يجيها ناجح من اول تجربه. هيا نجوزو نشوفوا مع بعض واش نحتاجو في هذه الوصفه. هنا كأول مرحلة في الغيسيبيون ديالي عندي كاس فارينة. الكاس المستعمل يرفد 220 مليلتر. أنا هاد المقادير يخرجوا لي 2 خبزات. هنا نجيبو الدقيق الرطب ولا السميد الناعم. هنا توجور نخيروا النوعية الجيدة تاع السميد. عندي كاس ونص تاع سميد يكون الرقيق، يعني الرطب كامل. فوالا انا نجي نغربل السميد ديالي ولا الدقيق هكذا. هاد المطلوع صدقوني ما فيه تعب، ما فيه دلك، ما فيه مجهود، يعني ساهل ماهل. فوالا هنا واش راني حندير ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه اللي هي لا لوفور شيميك، ولا نديرو 5 غرام يعني نص باكي. رايحه ندير ملعقه كبيره الخميره الفوريه ولا خميره الخبز. نضيف عليها ملعقه تاع السكر ونخلط بيان هاد النواشف. فوالا انا ندخل بيان هاد النواشف مع بعض. هنا حبيبتي الا كنتي هذه اول مره تزوري قناتي ما تبخلينيش بالاشتراك وفعلي زر الجرس باش يلحقك كل ما هو جديد. فوالا الى عجبتكم وصفه اليوم بيان سور جامو كومونتير وبارطاجيوها مع الاصدقاء تاعكم. هنا راني رايحه ندير ملعقه تاع خل، ملعقه كبيره، وراني رايحه نضيف 5 ملاعق زيت نباتي. راني نقول ونعاود زيت نباتي ماشي زيت زيتون. هكذا نديرو الزيت ونبدا نبسس في هاد الخليط ديالي عفوا. وهنا وجدت قدامي كاس تاع ما يكون دافي. ندخل بيان هذاك الزيت والخل في الدقيق ونبدا نجمع بالماء دافي. هنا الطريقه تاع العجن عفوا. راني رايحه نطمو هنايا كيما نطمو الكسره، يعني مانيش رايحه نطمو متلوق ولا رايحه نطمو عادي كيما نديرو الكسره فطير ولا كيما نقولوا حنا الرخصاص هكذا. رايحين نطم ناشف. شوفوا معايا هاي لك النتيجه اللي نتحصلوا عليها. انا هنا قعد لي حوالي ربع كاس تاع الماء نحطه قدامي. نجي نحط العجينه تاعي فوق سطح العمل ونبدا ندلكها. هنا ما تخافوش رايحين ندلكوها حوالي دقيقتين فقط حتى تولي لنا رطبه. نبدا نبل فيها بهذاك الماء اللي قعد لي هكذا بهذه الطريقه عادي. هنا حتى نحسوا العجينه تاعنا ولات ليس ولات لنا شويه متلوقه. ما تخافوهاش كي تشوفوها تلصق في لو بلون دو طرافاي عادي هكا. كل ما يشرب هذاك الماء نزيد نبلو. هنا الا كنتي هذه اول مره حتستعملي تسيي هذا المطلوع ننصحك ديري بالملعقه، يعني مغرف تاع جواز ابداي ديري في الماء، ما ديريش الماء كيما ندير انا مباشره. شوفوا كاش تولي متلوقه. هنا كملت كامل هذاك الكاس تاع الماء، دهنت يدي بشويه تاع الزيت ونجي نحي كامل هكا هذوك الزوائد من لو بلون دو طرافاي ديالي ولا البوطاجي ولا سطح العمل. بهذه الطريقه هنا نجي نخبطو هكا حوالي 2 خبطات ولا 3 فقط. نزيد ندهن له الوجه ديالو بالزيت ونغطيه ونخليه يرتاح 15 دقيقه، يعني 15 دقيقه فيها كفايه باش يرتاح هذا الخبز ديالي. هنايا شوفوا بعد ما جازت عليه 15 دقيقه شوفوا تضاعف الحجم ديالو. انا هنا جبت شويه ما كيما قلت لكم نبداو نديرو غير بالمغرفه. هنا درت ملعقه تاع السانوج ولا حبه البركه ودرت الملح. انا هنا درت الملح شويه بزياده ما على باليش كيفاش زلقت يدي. نجي نشمخ بيان هذاك الملح والسانوج ونجي ندخلو بيان في الخبزه ديالي
هاكا بهاد الطريقه. يعني راهو كلش موضح في لا فيديو. هنا ما حبيتش نكوبي لكم كامل لا فيديو، وشنو سرعتها شويه باش تشوفوا المراحل. هاكا هاي الفنيانات نودوسيو المطلوع راح يجيكم ساهل ويجيكم خفيف. اللي تسيه تخلي لي رايها في لي كومونتير. هاكا كل ما تنشف لي العجينه نزيد نشمخها بشويه ما. كيما قلت لكم نتوما ديروا غير بالملعقه، ما تشمخوش هكا بيدكم. تخافوا ديروا بزاف الماء وتفسد لكم العجينه. يعني شمخي بكميه قليله فقط، كل ما يشربوا نزيدوا نشمخوه. هكذا انا هاد المطلوع والله ما استغنيت عليه 30 يوم في رمضان وانا نديرو، يعني يجي بزاف خفيف ويجي ناجح. نعرفوا في رمضان الناس كامل تحب المطلوع وما كفانيش الوقت باش نحط لكم هاد الوصفه. اليوم كتب بالمكتوب وقلت نبارطاجيها معاكم. انا هنا رافقته مع التبيخه، يعني تبيخه حاره. راي عندي التبيخه في القناه. هنا بعد ما طميتو دلكتو هكا هنا حوالي دقيقتين تاني. نجي تاني ندهن يدي بشويه زيت هكا ونجي نجمعو تري بيان. ومن بعد هنا نعاود نجيب الغيسيبيون ديالي ندهنو بشويه زيت ونحط فيه هذيك العجينه ونخليها ربع ساعه وحده اخرى. يعني كلش نص ساعه 30 دقيقه فقط. هنا بعد ما جازت عليه 15 دقيقه وجدت بابي كويسون، درت له شويه دقيق ونجيب العجينه ديالي باش نحلها. انا هنايا سواء كنتي مبتدئه ولا كنتي محترفه، انا نحب ندير بابي كويسون يساعدني بالبزاف. يعني والفت نخدم بالبابي كويسون. هنا كاين اللي يقرصوه بالماء، انا لا انا ندهن يدي بالزيت باش يمد لي هذيك التحميره الشابه. ندهن يدي بالزيت ونقرص الخبز ديالي عادي. هنا قلت لكم يخرج لكم زوج خبزات. فوالا نجي نحط هذيك الخبزه ديالي الاولى هكا في الدقيق وندير لها هكا جميع الجوانب، نرمدها بيان في هذاك الدقيق ونحطها فوق البابي. نزيد كيف ندير للخبزه الثانيه، ندهن يدي بالزيت ونحطها في الدقيق. هنا شوفوا هذوك لي بول دير، يعني عجينه راهي ناجحه 100%، وعطينا لها وقتها في الاختمار. هنايا نجو العمليه تاع باش نقرصوه. انا نحلو حوالي 5 ملم، ما ديروهش بزاف خشين باش ما تجيكمش فيه بزاف هذيك لامي ولا هذيك البابه. فوالا حلوه رقيق حوالي 5 ملم بهذه الطريقه. شوفوا كش راهم يخرجوا هذوك الفقاعات، يعني عجينه راهي ناجحه. نزيد نحل الخبزه الثانيه، وهنا راني رايحه نغطيهم ونخليهم 5 دقائق لو طون لي يسخن لي طاجين. هنايا بعد ما سخن الطاجين ديالي راني رايحه نرفد الخبزه بكل سهوله ونحطها في الطاجين. هنا شوفوا البابي كويسون علاش يعاوننا باش نقدروا نتحكموا في هذيك الخبزه ديالنا ونقلبوها من جميع الاطراف. يعني هنا كي نشوفوا الخبزه ديالنا احمرت من تحت عفوا نقلبوها ونحمروها من الكوتي الدوزيام. هاي لك هنايا بعد ما حمرت لي من هذه الجهه نقلبها ونخليها طيب، نحمر لها لي كوتي ونشوفه واجد. فوالا هاو المطلوع ديالي بعد ما وجد. وصفه سهله وناجحه، ان شاء الله تكون عجبتكم وما نكونش ثقيله عليكم. بيان سور حبيباتي كالعاده الى عجبتكم وصفه اليوم جام وكومونتير، وماذا بيا تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.